السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقدم لكم من مطبخ نجوان احلى صنف حلويات النهارده. ده بطاطا، تمام؟ اهي انا سلقاها من زمان، لازم تبقى معاكم كده، بس هتاخد وقت في السلقان يعني، وتكمريها بهدمه نضيفه زي دي وفوقها غطا، تمام؟ هي مستويه. هنصفيها دلوقتي ومعاكم خطوه بخطوه يابانيه. ولو واحده جت قالت انت حطاها بقماشه ليه، لازم تتكمر الاول يا حبيبي، تمام؟ ده عوايد زمان، انا اتعودتها من مامتي على كده فعملتها كده يعني. هصفها لكم اهي زي ما انتم شايفين اهي يا حبايبي في المصفى، تمام؟ انا سايباها تصفى بقطع عادي يعني، مش شرط. ومقشراها انت ومزاجك، تقشريها ما تقشرهاش انت ومزاجك، بس انا مقشراها. شفت اللي نازل ده، انا ما كنتش عايزاه ينزل منها، كنت عايزاه يبقى معايا في الصينيه اهي، بس انا يعني انا صفيتها برضو كده وكده. يلا بينا خطوه بخطوه زي ما انتم شايفين اهما يا حبايبي. هنحط الاول السكر اهي، ولو عاوزت سكر هحط بره، وكيس فانيليا اهي، ادي السكر برضو عشان تبقى مسكره زيكم. السكر حسب الرغبه برضو. وادي معلقه سمنه، وادي كمان معلقه، حسب ما انت عايزاها تبقى تقيله خفيفه، ده وانتوا خيال. ادي معلقتين كده سمسم، ولو بتحبها قوي يعني حلوه بصي حته زبده صغننه عشان ما تبقاش تقيله قوي يعني. وادي الزبيب. كل الخلطه دي هخلطها وانتوا معايا برضه، بس ايه هتبقى سخنه، فهنعملها ايه لازم تستخدموها وهي سخنه كل ده عشان يتعامل مع بعض. بس تستخدموها بايديك، انا سايباها بس على ما تبرد وهعملها انا بايديا تاني. زي ما انتوا شايفينها اهي يا حبايبي، خطوه بخطوه. كل اللي حواليها ده مش ميه، دي السمنه اللي احنا حطيناها يعني، حطيناها كتير. اللهم بارك يا رب. دي خطوه، وهنعمل كمان خطوه معاكم برضه. بسم الله ما شاء الله، يا رب يجعل كل اللي احنا بنعمله يبقى خفيف زي ما انتوا ناس خفاف كده على قلبنا يا رب. هنعمل طريقتين، دي اول طريقه وتاني طريقه هتشوفوها برضه. شايفين عشان محدش يقول ده ميه، سمنه. ما تعملاش على الرخامه زي حالتي، فهننزل معاكم على الارض برضه. لازم ترزعها حتى لو عشان لو فيها هوا يطلع منكم اهي. الطريقه التانية هتشوفوها برضو معانا. يلا زي ما انتم شايفين الزبده انا مقطعاها مسيحها اهي، هتشوفوها مكعب زبده حسب رغبتك، عندك زبده عندك سمنه حسب ده وده. احنا عندنا اللهم بارك النوعيتين، زبده وسمنه. استنى ما نقلبها اهي يا حبايبي. 3 معالق دقيق على مكعب زبده، وهنعوز زبده تاني وهنحط لها زي ما انتم شايفين. ولو عايزه تكسري الطعم زي ما انا عملت
تحطي سمنه وادي اللبن اهو. هيبقى متجانس مع بعضه اهو ومش متكتل اهو، عشان ايديك فيه اول ما حطيت اللبن ايديك كانت فيه. هيغلى وهنحط له برضو طعم الفانيليا. مش تحط الكيس كليته، تحط شويه صغننين زي ما انا حطيت. شايفين تقولي ازاي؟ يلا بينا عشان نعمل النوعية التانية. انا تقلتها قوي يا بنات اهي. حطينا التانيين ومش جربت تولعها، مش شرط تولعها على النار اهي. تقلبك معاها بيخليها تفك اهي، مش هتحسسك ان انت اصلا محتاجه ان انت تولعها النار اهي يا حبايبي. اللهم بارك اهي كده فكناه. ولو انت شايفاه كده برضو تقيل اهي برضو، انا شايفاه تقيل عشان لما افضيه معايا يبقى حلو. مش تقيل قوي ولا ميه قوي يعني. كده تعرفي تدلقي بقى براحتك. حبايب قلبي انا هحطلها جوز الهند عشان ايه، في اللي بيحبها كده وفي اللي ما بيحبهاش كده. انا حطيت في واحده وسبت واحده تمام اهي. هنقلبها تقليبه حلوه. اللي بالبشاميل دي لي انا ومرات اخويا، لان احنا بنحبها بالطعم ده بصراحه والله. اما التانية للجماعه التانيين. برضو هنرزعها على الارض قبل ما نحط لها البشاميل. هيا يا حبايبي يلا بينا هنحط لها البشاميل وانتوا معانا برضو. شايفينها هتطلع عامة الاتنين احلى من بعض. كده هندخلها الفرن معاكم برضو خطوة بخطوة. يا حبايبي قبل ما نحطها في الفرن ما كنتش ولعت الفرن، ولعته ولازم الفرن بتاعك يبقى دافي وحلو اهو. هيطلعوا من الفرن واوريها لكم. تمام وطي من تحت، مش توطيش يعني قوي تحت بس يبقى فوق شويه، بس حد يبقى قاعد قصادها عشان ما تتحرقش. اهي زي ما انتوا شايفين النار اهي من تحت من فوق كده، ومن التانية من ناحيه البشاميل واطي يعني شويه. زي ما انتوا شايفين اهي يا حبايب قلبي. هرشلكم عليها شويه جوز الهند عشان تبقى جميله زي ما انتوا جمال. اي حد بقى والله ما يصدق ان انت عاملاه في قلب بيتك والكلام من ده. ترش عليها جوز الهند تبقى خفيفه مش تكتر عليه. يلا خطوه بخطوه احنا معاكم. يا رب يكون لنا اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ نجوان ونور.